حاجات كنت اتمنى ابويا يعلمهاني، بس للاسف هو قضى طول عمره راجل محترم، والحاجات دي هو ما يعرفش عنها حاجه اصلا. عليك تربية وسخة. ما تحطش راسك على المخدة وتنام غير وانت كسبان كل الجولات اللي في يومك. يعني ايه؟ الكلام دايما بيأثر حتى في الرجالة اللي واثقة من نفسها، فلو حد من اهلك او من صحابك كلامه مش ألطف حاجة معاك ودايما بيقل منك، فلازم ترد عليه في وقتها وتزعله وبقسوة، لان انت لو سكت مع الوقت كده هيضايقوك وهتخوض حرب نفسية بينك وبين نفسك انت في غنى عنها. فادخل معاهم جولة كده وزعلهم. كده دور اللسان خلص، نلعبوا جولة يبقى نلعبوا جولة. علاقة انت خلاص ربنا اثبت لك بكل الطرق انها مش بتاعتك، لانها بتعاملك زبالة وبتستغلك في فلوس وخروجات وتعرف على ناس غيرك بعد كل ده. يا باشا افهم، دي مش حبيبتك اللي ربنا كاتبها لك علشان تعمل معاها كل ده. الكل عارف يا باشا اني بتاع الدعارة يا باشا، انا شاطر. خش مع نفسك جولة وارميها، قرر كده انك انت توقف كل خدماتك معاها، حتى لو هتموت وتكلمها كده خلي كلامك كده يبقى ناشف. يا وسام في ايه؟ بقالي شهرين شفتكيش بعيني. لا اوعى تشتمها، لان الغضب هيزعلك انت اكتر. عايزك تبقى تتعامل بعقليه ان مفيش اي حد حقير في الدنيا ولا اي حد يستاهل ان انت تشتمه. حتى احقر ناس في الدنيا بيجوا عند ناس معينه كده ويحترموهم، فانا عايزك تفكر كده وتشوف هم بيحترموهم ليه. البنت اللي مش بتسمع كلامك وبتصعب عليك كل حاجه بتيجي عند واحد تاني بتحرك له الجبل من مكانه عادي جدا وبتسهل له الدنيا خالص وبتبقى الدنيا معاه لينه. فانا عايزك تفكر وتغير عقليتك، هي ليه بتعمل معاه كده؟ لان هو اجبرها انه تعمل معاه كده. شكله بيكون احلى، بيكون اشيك في اللبس، ممكن يكون اغنى، ممكن كمان يكون صوته حلو كده وبيعرف يغني. احنا اصحاب بناتنا. البنات والرجاله كلها كده ما عدا الا ما رحم ربي، يعني الناس اللي بتتقي الله، انا ودول قليلين جدا ومش هتلاقيهم. فبشكل عام يا باشا حاول على قد ما تقدر تطور من نفسك لدرجه انك انت تجبر الناس ان هي تحبك، تجبر الناس ان انت لما يشوفوك ويتعاملوا معاك يلاقوا شخصيتك حلوه فيحبوك، اللي هو خلاص انا حبيت الكائن ده من كتر ما هو بيطور من نفسه ومن كتر ما هو جامد فانا حبيته. وكلام ينطبق على الاثنين، في بنات بتعمل كده وفي رجاله تعمل كده، فانا بتكلم على الاثنين يعني مش قصدي بنات بس انا عشان بوجه المحتوى ده للرجاله. بالله عليك يا غالي اعمل لايك يا غالي علشان انا تعبان في الفيديو. برضه ما عملتش ولا بقول لك يا غالي ده انت لا غالي ولا نيله، انت ما تفهمش حاجه خالص.